السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده اليوم التاني من الكورس. يلا بينا. تذكير سريع: ده كورس انجليزي ببلاش، هنعلمك فيه كل حاجة انت محتاجها عشان تحصل على درجة ال A1 في اللغة الإنجليزية. يلا نبدأ. زي ما اتعودنا لازم نبدأ بأسئلة على الحاجات اللي خدناها المرة اللي فاتت. فأول سؤال، أنا عاوزك تسألني على اسمي. أحسنت. What's your name؟ بعدين عاوزك تقولي معنى كل كلمة وتقولي عليها مثال. أنا I I play football. نحن we. مثال: we travel to Egypt. ال the sky is blue. هنبدأ النهاردة بالجرامر مش بالكلمات، وهتعرف ليه بعد شوية. فإزاي تكون جملة باللغة الإنجليزية؟ الجملة في اللغة الإنجليزية بتتكون من فاعل، فعل، مفعول به. الفاعل بيكون اسم، والفعل هو فعل، والمفعول به بيكون اسم. يلا نجربها بالعربي قبل ما نجربها بالإنجليزي. فاعل أنا، فعل أشرب، مفعول به الماء. أنا أشرب الماء. ما ينفعش في الإنجليزي تقول تشرب علا الماء مثلا، ينفعش تقدم الفعل على الفاعل، فالجملة هتكون اسم فعل اسم، أو فاعل فعل مفعول به. They play football. They فاعل، play فعل، football مفعول به. وthey هو اسم، وplay فعل، فوتبول هو اسم. فاسم فعل اسم. ما تنساش الترتيب ده عشان الترتيب ده مهم. يلا ناخد الكلمات. أول كلمة معانا هي play، ولو شايف حرف ال V اللي في الآخر ده معناها verb أو فعل. فنرجع تاني: play يلعب، they play football هم يلعبون كرة القدم. تاني كلمة football، ودي اسم كرة القدم. they play football هم يلعبون كرة القدم. eat فعل يأكل، I eat food أنا أأكل الطعام. food طعام، اسم I eat food أنا أأكل الطعام. write فعل يكتب، I write in the book. I أنا write يكتب. in لو تفتكروها خدناها المرة اللي فاتت، في the ال book الكتاب، أنا أكتب في الكتاب. book اسم كتاب، I write in the book. drive فعل يسوق، you drive a car أنت تسوق العربية. car اسم عربية، you drive a car أنت تسوق العربية. read يقرأ، فعل we read a magazine نحن نقرأ الجريدة. magazine اسم جريدة، we read a magazine نحن نقرأ الجريدة. لو تلاحظ معايا فهنا كل الجمل بتتكون من فاعل فعل ومفعول به. ممكن يجي قبل المفعول به أداة زي ممكن يجي قبل المفعول به حرف جر زي in. I write in the book. أو زي ما قلنا أداة زي you drive a car أو we read a magazine. نكمل كلمات. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. مش عاوزك تنسى انك تعمل الفلاش كاردز على انكي او تكتبهم في ورق الستيكي نوتس زي ما قلنا وتراجع عليهم على طول. بالمناسبة عاوزك تفكرني بمعنى فور، اكتبها لي في الكومنتات. أسئلة. يلا نكون 5 جمل بالعربي بس على طريقة اللغة الإنجليزية. بعتذر عن الخطأ ده، هي على مش هلأ. زي نفتكر تاني، الجملة بتتكون من فاعل فعل ومفعول به. هو يقرأ الكتاب، هو فاعل، يقرأ فعل، الكتاب مفعول به. He reads a book.
وعاوزك تعد معايا من 1 ل5. 1 2 3 4 5. النصيحة بتاعت النهاردة هي إنك تطبق الإنجليزي طول ما أنت بتعمل أي حاجة. اتفرج على التلفزيون، حاول تقول الكلمة دي معناها إيه. واقف في المطبخ، حاول تعرف الكلمة دي معناها إيه. حاول تخمن معاني الكلمات اللي حواليك بالإنجليزي، الإشارات، الحاجات اللي بتستخدمها، القلم، كشكول، حتى في المواد اللي أنت بتذاكرها، عشان كده كده هتحتاجها بعد كده. الواجب إنك تعمل 5 جمل باللغة الإنجليزية وتكتبهم في الكومنتات، وتروح على موقع البريتش كونسل، هسيب لك اللينك في الديسكريبشن، وتروح تسمع الأوديو ده، هيكون عليه أسئلة، عاوزك تجاوب على الأسئلة وتبعت لي سكرين شوتس. ده كان كل اللي عندي النهاردة، أشوفكم في الفيديو الجاي.